مساء السعادة على الغاليين، ومساء الحب على أحلى متابعين. صلوا على النبي يطيب الكلام، ونوروا الفيديو بلايك يزيد الجمال. كل حكاية ليها بداية، وكل بداية وراها ألف حكاية. تعالوا نسيب الخيال ياخدنا بعيد، ونعيش سوا أحداث ما تتنسيش أكيد. أهلا بيكم في قناة مملكة ملوكة للقصص الكاملة. روايتنا كاملة من أول سطر للختام. عيشوا كل لحظة واستمتعوا بكل الكلام. يلا بينا نفتح كتاب الحكاية ونعيش سوا أجمل رواية. كل صفحة فيها سر جديد، وكل سطر ياخدنا لعالم بعيد. خليكم معانا للنهاية واكتشفوا سر كل حكاية، واشتركوا في القناة عشان يزيد الحماس، عشان كل حكاية توصل لكم بكل إحساس. ويلا بقى ندخل روايتنا ونقول بسم الله. والنبي يا ماما، أنا بخاف منه، إزاي هتجوزه؟ يا ملاك يا بنتي، أنا عاوزة أفرح بيكي قبل ما أموت. بعد الشر عليكي يا ماما، بس والنبي أنا بخاف منه قوي يا ماما، والنبي بخاف منه. يا بنتي اسمعي الكلام، أنا تعبانة وممكن أموت في أي وقت، وعمك ومرات عمك وحشين، أخاف أسيبك ليهم لما أموت. لا والنبي يا ماما ما تقوليش كده، عشان خاطري أنا هعرف أحمي نفسي منهم والله، وهشتغل وهعملك العملية. يا بنتي والله فارس طيب وابن حلال، وهيعرف يخلي باله منك، ما توجعيش قلبي أكتر من كده يا ملاك. خلاص يا ماما أنا موافقة. عارفة يا حبيبتي، لما أموت هتقولي ماما كان عندها حق، فارس طيب وحنين قوي، بس هو عصبي شوية بسبب طريقة شغله. بعد الشر عليكي يا حبيبتي. خلاص يا ماما أنا موافقة، ويلا بقى عايزة حاجة عشان نور مستنياني تحت هي وجاسر. لا يا حبيبتي خدي بالك من نفسك، نسيت أقول لكم على حاجة، إن نور وجاسر يبقوا إخوات ملاك. في مشهد تاني بعد ما نزلت ملاك لإخواتها تحت عند العربية، يلا بينا. جاسر بحنية، مالك يا كوكي؟ أيوة فعلا، مالك يا قلبي، شكلك معيطة. ماما عاوزاني اتجوز فارس. طب اهدي يا روحي اهدي. خلاص بقى يا قلبي، يلا نروح الكلية، يلا. في مشهد تاني في شركة فارس، وتحديدا في المكتب بتاعه، كان قاعد فارس وبيراجع ورق الصفقات. فجأة دخل عليه فهد صاحبه بهزار: العريسة هو، العريسة هو. أيوة يا صاحبي اللعبة معاك بقى. اخرس يا زفت، وبعدين 100 مرة أقولك خبط قبل ما تدخل، فاهم؟ فاهم يا عم خلاص. في ايه ده، انت عريس حتى. بس بقى عريس عريس، في ايه بقى؟ خلاص خلاص يا عم آسف، بس عايز أقولك على حاجة. هي ملاك حلوة يا ضيا فارس. نعم يا روح أمك. قام فهد وطلع يجري. ملحوظة كمان، فارس يبقى ابن خال ملاك ونور وجاسر. في مشهد تاني في الكلية، مشي جاسر بعد ما وصل إخواته الكلية. بقولك يا نور، أنا هروح أجيب حاجة أشربها وأجي بسرعة. أجي معاكي يا ملاك؟ لا أنا هاجي بسرعة. راحت جابت عصير وكانت ماشية بتشرب فيه، ومرة واحدة خبطت في شاب ولقيته بيبصلها بصات مش كويسة خالص. أنا آسفة يا طارق، ما كانش قصدي والله. انت عبيطة ولا ايه؟ ايه اللي آسفة؟ وانا اعمل ايه بأسفك دلوقت؟ خلاص قلت ما كانش قصدي والله. وكان بيقرب منها وهي بتبعد لورا. مرة واحدة شافتهم نور واتصلت على فارس بسرعة. ألو، أيوة يا فارس. أيوة يا نور، في حاجة ولا إيه؟ تعالى بسرعة، إحنا في الكلية وفي حد دعس على ملائكة. طب أنا جاي بسرعة. ركب فارس عربيته وراح لهم على الكلية. في مشهد تاني في الكلية، مرة واحدة ملاك ضربت طارق بالقلم. انتي بتضربيني يا؟ ومرة واحدة دخل فارس وشال ايده من عليها بسرعة. جرب تعملها تاني كده وانا هندمك على اليوم اللي فكرت ترفع ايدك عليها. وانت مين بقى ان شاء الله؟ انت بقى الواد اللي كانت ماشية معاه وعاملة علينا انها محترمة، وهي بنت اصلا قلة الادب. فارس ضربه بالبوكس جامد في وشه. دي اشرف منك ومن اهلك كلهم. حضنت نور ملائكة. خلاص بقى يا حبيبتي،
كفاية عياط بقى. بعد يوم طويل روحوا على البيت، لقوا مامتهم مرمية على الأرض. ماما، أنا عاوزاكي ماما والنبي. بس يا قلبي اهدي اهدي شوية. بس يا قلبي والنبي هتبقى كويسة، كفاية بقى. فارس بهدوء: خلاص يا جماعة، عمته هتبقى كويسة إن شاء الله. في مشهد تاني في المستشفى: خلاص يا ملاك بقى، بطلي عياط، أهو الدكتور خرج. دكتور، ماما كويسة صح؟ أنا آسف، بس للأسف المريضة كانت تعبانة جامد وعندها مشاكل جامدة. قال كلامه وبص للأرض. يعني إيه؟ يعني إيه؟ ماما فين؟ يا ماما والنبي ردي عليا. البقاء لله، بعد إذنكم. دخلت ملاك أوضة مامتها بسرعة. لا، لا ما تسيبنيش يا ماما، لا والنبي قومي عشان خاطري، هسمع كلامك وهتجوز فارس، والله هتجوزه، بالله عليكي قومي والنبي، قومي بقى قومي. قومي يا ملاك، ما ينفعش كده. ما تسيبينيش والنبي يا ماما، لا مش هتسيبيني أكيد، انتي مش هتسيبيني، انتي بتحبيني. بس يا حبيبتي اهدي خلاص، ربنا يرحمها يا ملاك، هي كانت تعبانة وارتاحت خلاص يا حبيبتي. ومرة واحدة ملاك أغمى عليها. فارس شالها بسرعة ودخلها أوضة تانية. وبعد مرور الوقت في مشهد تاني في البيت عندهم: ملاك، ملاك اهدي بقى خلاص، خلاص يا حبيبتي اهدي. يعني خلاص مشت وسابتني؟ أنا عاوزاها ماليش دعوة. ملاك بصي يا حبيبتي، هي شايفاكي، وعلى فكرة هي زعلانة منك كده. لا، لا مش عاوزاها تزعل مني، خلاص مش هعيط. تعالي يا قلبي، تعالي غيري هدومك ويلا بقى يا حبيبتي، هروح أنا أحضر الأكل، مش عاوزة آكل. بت بقولك إيه، أنا سكتلك من الصبح، وحوار الكلية ده مش هحاسبك عليه دلوقتي، ويلا بقى خشي غيري هدومك وكلي عشان بكرة هنكتب الكتاب، فاهمة؟ مش هتجوزك، أنا بكرهك بكرهك. اخرسي يا زبالة، غوري من وشي. في مشهد تاني في أوضة ملاك: ملاك ما تزعليش منه، هو أكيد مش قصده، هو ليه بيعمل معايا كده؟ أنا مش عاوزة أتجوزه، أنا بكرهه، أنا بخاف منه، أنا بخاف أبصله، حتى إزاي هتجوزه؟